سنة 2023 كانت مليانة دراما بتمس القلب، بس 2024 قررت تخطف الأضواء بدراما قوية وكمان جريئة. تعالوا نعمل مقارنة بين أقوى أفلام الدراما للسنتين ونشوف مين كانت السنة الأقوى. أفلام الدراما في 2023: 1. أوبنهايمر، الملحمة التاريخية عن أبو القنبلة الذرية، إخراج كريستوفر نولان، الإيرادات $950 مليون. الأبطال كيليان ميرفي، روبرت داوني جونيور وفلورنس بيو. 2. كيلر اوف ذا فلاور مون، قصة مؤثرة عن الخيانة والجشع في أمريكا القديمة مع أداء مذهل، الإيرادات $200 مليون. الأبطال ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو. 3. ذا ويل، براندون فريزر رجع للواجهة بقصة درامية إنسانية أوجعت القلوب، فيلم من العيار التقيل وكمان حاز على جوائز الأوسكار أفضل ممثل لبراندون فريزر. 4. أمان كولد أوتو، توم هانكس في دراما مؤثرة ومليانة مشاعر إنسانية عن الحياة والمغفرة، وصلت إيرادات الفيلم $112 مليون. تعالوا نروح بقى لأفلام الدراما في 2024. 1. مايسترو، رحلة عن حياة وقصة حب الموسيقار ليونارد برينستاين مع إخراج وأداء قوي من برادلي كوبر. 2. نابليون، ملحمة عن حياة الإمبراطور نابليون بونابرت، إخراج ريدلي سكوت وأداء خرافي من خواكين فينيكس، الإيرادات $800 مليون. 4. The Holdovers، قصة دافئة عن العلاقات الإنسانية بين أستاذ صارم وطالب متمرد خلال عطلة عيد الميلاد. دلوقتي بعد مقارنة أفلام الدراما لسنتين، إيه اللي أثر فيك أكتر؟ 2023 ولا 2024؟ شاركنا رأيك في الكومنتات واستنونا في مقارنة جديدة قريب، يمكن المرة الجاية تكون عن أفلام الكوميديا.